السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مرحبا بكم مع زكي. اليوم كما راكم تشوفوا راني في التسوق، راح ندير لكم فيديو على كل انواع الحبوب المتوفرة في السوق، واش نقدروا نستخرجوا منها من انواع الدقيق. كما راكم تشوفوا في مثل هاد المحلات اللي راهم محلات العطاره الكبار، كما نقولوا حنا العشابين، ولا هما اللي توجدوا فيهم انواع تاع الحبوب تاعكم بالميزان، سواء من قمح، سواء من شعير، سواء من شوفان، سواء من الحبوب اللي راح نوريها لكم. كما راكم تشوفوا هنا رانا نقضي بالنسبه لهذا المحل، راهو موجود في واد الطرفه، في الدخله تاع واد الطرفه، يعني اللي يسكنوا في ضراريه وضواحيها. وراهي موجوده مثل هذه المحلات يعني على كامل التراب الوطني، يعني تلقاوها في كل مكان. تشروا منها بالميزان ويجيكم الثمن يعني كما نقولوا ناقص في السوم، وتشروا حاجه نظيفه. كما هنا كما تشوفوا هنايا القمح، الشعير، ودائما حوسوا على المنتوجات اللي تكون نظيفه. هذا الخروب ايضا اللي تقدروا ديروا به عسل الخروب وبودره الخروب. فيه كل انواع الحبوب والفواكه المجففه. الشوفان رقائق بانواعه، كما الشوفان دوك نوريكم كيفاش تشروه كيفاش ترحوه. المكسرات، مام يعني لي زيبيس تاعهم يكونوا ملاح. النخاله عندهم هذه النوعيه رائعه تاع النخاله، يعني نخاله القمح. كاينه نخاله القمح ونخاله الشوفان. يعني بزاف ناس يقولوا لي زكي ماناش نعرفوا منين نتسوقوا ولا منين تتسوقي هذه الاشياء. كما راكم تشوفوا الخير خير ربي. الزبيب، كما كلش متوفر عنده، الجلبانه، الفول، كلش هكذا. باش تعرفوا ساعات المحلات هادو هما اللي يجيبوا هادو الحاجات اللي نستعملوهم احنا، وشروهم بالميزان احسن من تروحوا تشروهم من لي سوبيرات، اللي هادوك اللي يكونوا معلبين قادرين حتى تلقاوهم فاسدين من الداخل، ولا تلقاوهم قدام ما على بالكمش وقتاش تعلبوا وقتاش تحطوا في اكياس. ويكونوا ايضا هذاك التغليف تزيدوا تخلصوه دراهم. فيفضل انكم كيما نقولوا حنايا تروحوا تشروهم بالميزان. كيما القمح راهو يدير 12000 الكيلو، الشعير راهو يدير 10000 الكيلو. وكي تشرو كيلو تاع القمح حب راح يجيكم يعني كيما نقولوا حنايا ناقص في السوق. وكي ترحوه راح يولي لكم ضعف الكميه، لانه الحبه هذه كي ترحوها راح تولي لكم ضعف الكميه. يعني نتوما اللي رابحين في لافير، خاصه الا كان عندكم الرحى في الدار، ولا الا كان عندكم مكان تدو الحبوب تاعكم بعد ما تنقوها تشلوها تغسلوها تنظفوها، تروحوا تدوها في المكان اللي ترحوا فيه. كاين ايضا اللي يسكنوا خارج، يعني في اماكن الفلاحيه وخارج يعني منا ومنا، تلقاو الاماكن اللي تدو تطحنوا فيها، وتلقاو المطاحن اللي يبيعوا لكم الفرينه والسميد على حبته، يعني مطحون جديد، وتدو تستعملوه بلا ما يكون مكرر، بلا ما يكون مدغول. لانه كل انواع تقريبا الفرينه ما عدا دار الحلو اللي راهي تتباع في السوق للاسف على اساس انها فرينه كامله، هي مجرد فرينه بيضاء مضاف اليها بعض النخاله، يعني تبقى فيها مميزات الفرينه المكرره. الفرينه المكرره اللي راه منزوع منها كل خيراتها، ما فيها حتى فايده، يحطوا لها النخاله ويبيعوها. انا باش نضمنوا الجوده اللي يقدروا في المستطاع درت لكم هذا الفيديو البسيط باش تشوفوا واش تشرو وكيفاش تشرو، ونوع الرحله اللي تقدروا ترحوا به في الدار ولا الاماكن اللي ترحوا فيها برا. هنا كما راكم تشوفوا كل انواع الدقيق المستخرجه من الحبوب تاعها. كما راكم تشوفوا عندي دقيق القمح، وعندي دقيق القمح، وعندي الشعير، وعندي الذره اللي بزاف يتغافلوا عليه وما يعرفوش باللي الذره تقدر تبنوا دقيق الذره وديروا في المعجنات ويخرج جد رائع. عندي الشوفان، وعندي الحمص، وعندي النخاله. بالنسبه لدقيق الذره حنا يقول لك غير اللي عنده اللي ياكلوا سون غلوتين ياكلوه، ولكن هذا خطا. دقيق الذره ناكلوه كامل وراه مليح للقولون، مليح للمعده، سهل الهضم، فيه بزاف فوائد، خفيف كما نقولوا في كل شيء، في السعرات وفي السكريات وفي كل حاجه. نبداو على بركه الله. عندنا هنا القمح. بالنسبه للقمح موجود في بلادنا القمح الصلب والقمح اللين، نوعان. القمح الصلب هو اللي نستخرجوا منه كل انواع السميد، سواء سميد غليظ ولا المتوسط ولا رطب، اللي راه في الصوره الاولى. اما القمح اللين وهو اللي نستخرجوا منه الفرينه الكامله. كي ما يكونش متوفر النوعين، كما انا اليوم ما لقيتش نوعين في الاسواق، جبت نوع واحد واستخرجت منه اللي راهو كما راكم تشوفوا في الصوره، نتمنى يكون واضح. واستخرجت منه السميد والفرينه. تستخرجوا السميد انكم تطحنوه ماشي بزاف، ومن بعد نوريكم في الاله كيفاش يتطحن. وتستخرجوا الفرينه
الكامله كي تضرب مليح. مام كي تدوا لبرا الحب تاع يعني الحبوب تاعكم تقولوا له استخرج لي السميد المتوسط والفرينه المتوسط والفرينه، ولا حبيتو مام الخليط يقدر ديروه نتوما في الدار ولا يديروه لكم. بالنسبه للفرينه اللي ما يحبوش العائله تاعهم ما تحبش بزاف الفرينه اللي يكون فيها بزاف نخاله، هذاك وين بديتي تدخلي لهم لعائلتك الفرينه الكامله في المخبوزات نتاعهم، ننصحك تصفيها نص تصفيه، يعني تنحي لها كميه نص كميه النخاله وتخلي لها النصف الاخر باش تبداي تولفيهم بالعقل، باش ما يحسوش بكميه هذيك النخاله والتغيير. وما تخافوش كي تكون الفرينه تاعكم مضمونه ومرحيه بالحبه الكامله تكون مرحيه قدامكم، معناتها ماهيش مكرره، ومعناتها الفرينه تاعكم راهي بخيرها مالغري حتى ولو انكم نزعتوا كميه من النخاله، تبقى الفرينه تاعكم فيها فوائدها وفيها البروتين تاعها وفيها الجلوتين تاعها وفيها كل ما تحتاجوه. اكيد احسن انكم تخلوها كامله، انا ما نغربلهاش، بنخلتها كيما راها، ندير السميد وندير الفرينه من غربل والو لانه عائلتي موالفين على هذا الشيء. لكن اللي يقدروا تغربلوها نص تغربل، خلوا النخاله هذيك بجيه، عودوا استعملوا منها بالعقل، وهذيك استعملوها للعائله تاعكم نصف مغربله. عندنا هنا حبوب الشعير، وكما راكم تشوفوا راهي مختلفه تماما على حبوب القمح، وما تخافوش تغلطوا عليها. حبوب الشعير تجي بيضاء وتجي فيها عواد وتجي فيها نخاله، كما قلت لكم باللي لازم هادو شوفوا هنا باش ديروا المقارنه، هذا قمح وهذا الثاني الابيض شعير، قمح وشعير. الشعير لازم يتنقى مليح ويتنحاولوا هذوك العواد، وكاين اللي يجي نظيف كيما هذا تاعي راهو نظيف يعني ما شاء الله، تغربلوه الا كان عند الاخر تعاودوا تغسلوه تنشفوه تصيروه كيما وتروحوا ترحوه، هاد العويدان كامل يتنحاو في التغربيل راهم يتنحاو وتروحوا ترحوه. بالنسبه للون تاع الشعير يكون ابيض الى رمادي مختلف تماما عن القمح، كي تشوفوا هكذا الشعير تقولوا هذا ربما فرينه بيضاء ولا، ولكن هو شعير يكون ابيض رايح للرمادي، وهو سيد الاطعمه وهو الغني. انا دائما نرحيه رطب، ما نرحيش متوسط لانه الرطب يسهل لي في الحلويات وفي المخبوزات وفي كلش. الشعير على بالكم هو غذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الاطعمه، مليح لمرضى السكري، مليح للاطفال، مليح لينا، مليح القولون، مليح لكلش. الشعير لازم يكون متوفر في المنازل تاعنا. قرينا بكري على باللي كي ناكلوا الشعير خدودنا يحمروا العظام تاعنا تقوى حقيقه، وهذا الشيء وهذه المعلومه لازم ندخلوها لولادنا. احنا للاسف ابتعدنا بزاف على هذه الانواع تاع الحبوب، لازم نعاودوا نرجعوا ليها، ولازم نبداو ندخلوا الاطعمه تاع الشعير في الاكل تاع ولادنا بالعقل بالعقل. وراكم تشوفوا في القناه تاعي راهي كلها وصفات. نلحقوا للدقيق الثالث، يعني درنا دوكا وجدنا الوان تاعنا اللي هو الذره. هذا دقيق الذره درت لكم مؤخرا يعني به وصفه، وراح نديروا بزاف الوصفات القادمه. صدقوني كي تاكلوا دقيق الذره تحسوا بواحد الارتياح في المعده تاعكم في البطن تاعكم، لا انتفاخ ولا وجع ولا امساك، ولا تحسوا روحكم خفاف وشيء بنين ورائع، ويزيد واحد القوام في يعني كي تخدموا به بيتزا ولا تخدموا به يعطي واحد القوام تاع القرمشه. يفضل انك تجي حبه الذره، ماهوش نشاء الذره، ما تروحش تشرو نشا وتقولوا ام زكي قالت ناكل نشا مختلف. نشا راهو يترحى غير الحبه الداخليه، واش كاين الداخل يتقشر. احنا دائما نشجعوا على الحبه الكامله كما خلقها ربي سبحانه، ما نحوش القشره تاعها، ناخذوا الفوائد تاعها. هذوك الالياف رانا نسحقوهم وراهم هما اللي فيهم القشره الخارجيه اللي فيها معظم الفوائد. كي تطحن الذره الحبه الكامله شوفوا اللون اللي نتحصلوا عليه، اصفر حامق، لون جميل جدا. نروحوا دركا للشوفان. هادو رقائق الشوفان وريته لكم شحال من خطره، عمركم ما تشروا الشوفان اللي يكون مرحيواج، راح تلقاوه مر، راح تلقاوه فيه عواد ما تقدروش تتبلعي حتى توقف لكم في حلقكم وما تقدروش تفوتوها وتلقاوها مره، ومن بعد تكرهوا الشوفان وتكرهوا منين وتحسب لكم بلي هذاك هو البنه الحقيقيه للشوفان، وهي ماشي هذيك هي. الشوفان بنين بزاف وعنده عده طرق للاكل، ونخدموا به كل انواع الحلويات والكيكات والخبز والمخبوزات بلا ما حتى لا يكون مر لا يكون حتى حاجه. تجيبوا كل ما تكون رقاقه الشوفان كحله وكامله وكبيره، هذيك هي اللي تستعملوها اكثر. تجيبوها وترحوها. والشوفان الرحي تاعو بسيط يعني سهل، ماهوش كيما الحبوب الاخرى قاسيه شويه. الشوفان في دقيقه يكون عندك رحى مليح في دقيقه يترحى. وهذا العدس الاحمر، تخيلوا انكم ديروا دقيق من العدس الاحمر
كما كنتوا تشوفوا انا راني نمس فيه باش نوري لكم باللي كيفاش يكون القوام تاعو، باللي غبره كيبقى هذاك لاطراس في اليد معناتها راهو مرحي بليه غبره، كي شويه معناتها راهو نص نص. هذه تبقى لكم نتوما بعد بحكم التجربه تتعلموا كيفاش ترحوا كل حاجه كيفاش تستعملوها. احنا بحكم كل حاجه من انواع المخبوزات تاعنا، كاين اللي نستحقوا لها رطب، كاين اللي نستحقوا لها المتوسط. هذا العدس تخيلوا انكم ندخلوا العدس هذا في المخبوزات غني بالحديد، في المخبوزات الحلويات تاع الاطفال تاعنا. وهذه اخر حاجه دي النخاله اللي جيت نباع وحدها، انا نجيبها نقيها، وساعات تكون نقيه ما شاء الله كيما الخطره هذه اللي جبتها من هذاك الحد نقيه ما شاء الله، ونعاود نرحيها. وهنا كي نجي نطيب ساعات نزيد نرمي فيها حفنه تاع النخاله في هذوك المخبوزات تاعي، ممكن يعني نحط مغرف مع لاصوب نحمصها ونخدمها في الوصفات يعني. ومن الاحسن انك تحمصيها شويه، راح تشد لك وقت ما تخسرش وتجي بنينه اكثر. والناس اللي تسقسي دائما باش الاشياء هادو ما يخسروش، ننصحكم كي توجدوهم حطوهم فتره في المجمد وعاودوا جبدوهم، راح يشدوا لكم كي يبردوا مليح بعد ما يعاودوش يفسدوا، راح يشدوا لكم فتره حتى يكملوا ما يفسدوش. بالنسبه للرحيوه دائما اللي يسقسوني زكي وين ترحي، هذا هو الرحال اللي نرحي فيه كلش. صدقوني هو كنز في المنزل اللي تقدر وتوفر كما قلت لهم في الجروب، دير شحيحه وتشري وتحب تحافظ على صحتها وتضمن الجوده في الحبوب تاعها، تشري وراهم متوفرين دركا. ماشي شرط هاد لا مارك، انا هذا واش عندي، لكن راهم متوفرين. انا شريته عندي عام ونص، ما كانوش متوفرين بزاف لي مارك، بصح دركا كاين بزاف انواع اختار. لكن انا هذا اللي مجربته رائع صدقوني. الاحجر لو كان تحطي له حجره لداخل بسم الله ما شاء الله يقدر يرحيها لك، حجره لداخل يقدر قوي جدا يرحي لك على واش تحبي متوسط لرطب كيما الشوفان ما يشدلكش ثانيه. هذا الشوفان تحطي غير هكا من دوك نوري لكم. هذا العدس انا راني بديت نرحي بالتفصيل كي وريت لكم، انا جبت العوله تاعي وجدتها وراني نرحي فيها. شوفوا العدس كيفاش حطيته وكيفاش تلقاو النتيجه تاعو. هذا العدس تاعني الريحه تاعو رائع. هذا الذره كما تشوفوا راني صورتكم بسرعه. هذا الذره بعد ما رحيته شوفوا النتيجه تاعو. هنا نوري لكم كي تحبوا ترحوا في الاله هذه الدقيق المتوسط تديروها حتى للزوج فقط باش يخرج لكم الدقيق متوسط. بالنسبه للشوفان نرحيه في رقم 1 لانه رقائق تمتم يترحى. وبالنسبه للفارينه الكامله نرحيها في رقم 3 باش ترجع لي فارينه غبره نستعملها، غير نحط الحبوب تاعي ولا العدس ولا الفارينه ولا كيما نقولوا حنايا المايس نديرهم رقم 3 هكذا باش تعرفوا كيفاش تستعملوه. وهذوك الارقام 4 و5 ما نستعملهمش كاع، مازال ما جربتهمش وما احتاجتهمش، بس انا رقم 3 نحبس فيه. 3 غبره، 2 متوسط، والشوفان نستعملوا الواحد. وهاي كيما راكم تشوفوا هذه العوله تاعي اللي وجدتها بحكم انا نستعمل غير هادو انواع الدقيق، يعني ما نشريش لا فارينه، يعني حتى درك الفارين الدار الحلو ما عادش نشريها، لانه مادام بالامكانيه اني نخدم فارينتي وحدي اقتصاديا تخدمي فارينتك وحدك خير. كل انواع الحبوب كيما راكم تشوفوا رحيتهم، وراي كل ما يخلصوني نعاود نشري ونعاود نفس عندي كل 15 يوم، يعني على حساب واش طيبت، على حساب المخبوزات اللي عجنتهم. الشوفان، الذره، العدس الاحمر، السميد اللي نخدموا به محاجب كما قلت شوفوا الصور، كل هادو الانواع. نصيحه اخيره كي ترحوا هاد الاشياء خلوها على الاقل 12 الى 24 ساعه ترتاح باش تستعيد القوام تاعها، ما تخدموش بها بعد ما ترحوها مباشره. الفارينه وكل انواع القمح اللي ترحوه في الدار خلوه من 12 الى 24 ساعه باش تقدروا تستعملوه. نخليكم على خير وان شاء الله نكون فتكم اليوم، ان شاء الله ما نكون نسيت والو.